توبيك النهارده في خناقه شغل هي توبيك سنسيتيف قوي، فاحنا وي ويل ادرس التوبيك دي من زاويه فيها تساؤل، يعني احنا بنتساءل. ف I want you to fix your mindset ان احنا we're exploring حاجات جديده بتحصل في الورك بليس، لانه النهارده معايا حد جانزي، عشان كده لابسه النهارده حاجه جانزي كده عشان اعرف افيت ان في الكونفرسيشن وكوميونيكيت ان انا تمام. ف دي اريا لسه بنفهم فيها الورك بليس هيبقى عامل ازاي، الشيفت اللي بيحصل اخباره ايه، الجندر رول اللي اختلف والخناقه اللي كانت بتحصل ما بين الستات والرجاله اخرتها ايه. فاحنا النهارده مفيش اي كونكلوجنز هتحصل، هنتكلم بس في بوينت كذا حد اثرها قبل كده في كونفرنسز مع جانزي، وهم ان الرجاله بداوا يحسوا ان الستات واخده رول بالنسبه لهم ممكن يكونوا شايفين انهم مظلومين شويه، او بداوا يشوفوا ان هم واخدين حقوق اكتر منهم. حته فيها ارجيومنت كتير، حته مش متاكدين منها. فاحنا هناخد راي النهارده جلال، هيعرفنا على نفسه النهارده، وهناخد رايه كده في كام حاجه. عرفنا بنفسك يا جلال. اهلا وسهلا شيماء. انا اسمي جلال حمود. انا اتخرجت من الليسيه، مدرسه فرنساوي، ودخلت اقتصاد وعلوم سياسيه في البي يو اي، الجامعه البريطانيه في مصر. وبعد الجيش اشتغلت في مشروع تنموي تبع المعونه الامريكيه. بشتغل تكنيكال بروجكت كوردينيتور في المشروع ده. مديرتي هي البروجكت مانجر، ست شاطره جدا وبتعلم منها. يعني الفرق بيننا مش كبير، بس هي شخص ملتزم جدا في الشغل، فحاجه بالنسبه لي يعني تعلمني كتير يعني. اوكي، حلو قوي. فاحنا سبوت اون يعني ايه في الملعب. طيب انت فعلا شايف من صحابك اللي حواليك، من الناس اللي معاك يعني في نفس السن، هل فعلا في كده سحابه طالعه بتقول انه فعلا الستات بقوا الرجاله هي اللي بقت غلابه، الستات هم اللي taking over والحته دي، ولا لا الموضوع مش كده؟ اظن في المجتمع اللي في سني في الشغل، بعد الجامعه والتعايش في المجتمع، يعني احنا بقينا عندنا راجل وست واحد. اوكي. وفي الشغل بقت الستات برضو بيمسكوا مناصب وشاطرين ونفس الكفاءه وكل حاجه. فهو ما فيش حته ان الراجل بقى غلبان عن الست، هو بقى في ست بقت امباورد وبقت ليها مكان وبقت ظاهره وواضحه، ويعني بتحترمها زي الراجل يعني. اوكي. ما فيش حته ان هي عشان ست مش. طيب يعني زي ما احنا كده عارفين يعني كلاسيكيات السايكولوجي، لما الواحد بيبقى موجود في اكستريم، واحنا السوسايتي بتاعتنا كانت في اكستريم بقالها كتير قوي، وير انه الراجل هو اللي بيتحكم، وان الراجل هو اللي ليه الكلمه الاولى والاخيره في الشغل، وانه ساعات بيغلسوا على الستات والكلام ده كله. كرد فعل طبيعي جدا لاي حاجه لازم بنروح الاكستريم الثاني، and this is nature، لحد ما بنوصل للبالانس. احنا شطارتنا بقى، في ناس بتوصل للبالانس وفي ناس مش بتوصل للبالانس. مفهوم. فهل احنا دلوقتي في حته انه الستات انجري، او هم طبعا انا مش بتكلم طبعا على يعني على your personal experience، انا I'm exploring يعني. هل حته انه فعلا الست بقت انجري، او الست بقت بتصب الغضب بتاعها القديم في الشغل، هل الحاجات دي؟ انا ممكن ابص على الموضوع بشكلين مختلفين، اللي هم اولا في يعني كفريقين، في ستات ممكن نقول ان هم شايفين ان فعلا بسبب ان كان في قهر اجتماعي او ايا كان في بريشر عليهم في مجتمع الشغل وكده، فهم دلوقتي بما ان بقى في تمكن ليهم فممكن يكونوا نوعا ما بياخدوا حقهم، مش هقول بياخدوا حقهم، بس اللي هم يعني بيدوا لنفسهم مساحه اكبر، يعني ان هم الى حد ما يرموا اللوم على اللي كان بيحصل زمان حتى لو كان نظري. فيكتيم بقى. يعني نوعا ما، وبالتالي بيبتدوا يبقوا قاسيين شويه في طريقتهم للتعامل مع الجندر الثاني. اوكي. الفريق الثاني هيكون ناس عاديه متفهمين ان كان في الماضي فعلا ولسه موجود حاليا في انواع شغل معينه، ان فعلا الست
متجنبه شويه، بس بيبقوا متفاهمين ان في الانفايرمنت اللي انت فيه دلوقتي مفيش فرق بين الراجل والست او ايا كان. فالتعامل على حسب البوزيشن، على حسب الشطاره والجداره، ومين عنده ريسبونسبيلتي عامله ازاي. فمالناش دعوه مين ماسك ايه الجندر بتاعه، هو مين فين في المؤسسه المفروض يعمل ايه. اوكي. فالفكرتين دول بيأدوا الى ان انت يا اما بتتعامل بشكل سالك وسهل في الشغل، وبتتكلم وتروح تقول اللي عندك عشان تخلص اللي وراك، يا اما بتضطر تلاوع عشان خاطر لو استخدمت كلمات معينه الشخص اللي قدامك هيسيب الشغل ويمسك في الكلمات المعينه دي ويبتدي ينفعل عليها بشكل مش شرط يبقى عصبي او حاجه، بس هيبتدي يبقى في اسلوب مختلف في مكان الشغل اللي انت اصلا في الاخر رايح تتعامل معاهم عشان تخلص الشغل، مش عشان انت عايز تصاحبهم ولا ايا كان. اوكي تمام. فريقين يعني. طيب كنت سمعت كده كومنت كده، طبعا انت يعني انت عارف الفيلد بتاع الشغل بتاعنا في البيزنس سايكولوجي والاوكيوبيشنال سايكولوجي، احنا دايما بنراقب اللي بيحصل في الوركينج بليس، وبنحاول نتجنب او لا مش بنحاول نتجنب، بنحاول ان احنا نظبط الورك بليس، سواء كانت رولز سواء كانت بوليسيز ايا كان، تو ادرس الجابس دي. واحنا بنشتغل على البروسيسز بدات اسمع كده حاجات في ما الستات بتلبس اللي هي عايزاه واحنا بنلبس اللي احنا عايزينه، فانا واز لايك ايه هو اخر حاجه سمعتها ان الرجاله بيلبسوا اللي هم عايزينه والستات مش بتلبس اللي هي عايزاه. ف يعني بعد فوكسنج لقيت انه هو كان في خناقه دايره مثلا يمكن من 10 سنين في ورك بليس، ان الرجاله مش عايزه تلبس كرافتات في الشغل، و they should انهم يلبسوا كرافتات في الشغل، where انه الستات ممكن تلبس جينز حتى مش يعني مش ممكن تلبس جينز. فالجنريشن الكبيره الجنريشن اللي طالعه بتشوف ده انه مفيش ايكواليتي، يعني مفيش عدل في حته طب اشمعنى هي لابسه جينز وانا لا، which is حاجه I thought ان هي تشايلدش في الاول. بس لما جيت فكرت فيها، طب انا دلوقتي شخص متخرج من جامعه، احنا ولاد وبنات مع بعض بنشتغل متخرجين من نفس الحاجه، هي ليه تلبس جينز ولا لا؟ مفهوم. ايه بقى الحاجات الصغننه دي؟ بصي انا ممكن اقول ان الموضوع ده برضو مبني على فكره ان يعني لو احنا عملنا ديفاين لايه اليونيفورم اللي المفروض نبقى عندنا في الشغل هي دي اللي صعبه. ساعتها هنعرف ان الراجل ده مش ماشي على المطلوب والست دي مش ماشيه على المطلوب. ولكن الفكره ان الراجل مهما كان عنده يونيفورمات مختلفه، هو في الاخر خلاص ممكن تلخصيهم في 5 6. يا اما يلبس بدله، يا اما قميص وبنطلون، يا اما بنطلون عادي وتيشيرت، يا اما لبس رياضه، يا اما لبس عجيب تو ذا بوينت، شورت بقى ومش عارف ايه. فهو 5 انواع. انما الستات عندهم انواع كتير من اللبس، سواء كانت محجبه او مش محجبه. هو في موديلات كتير من التنسيق اللبس مع بعضه. فانت كراجل مش هينفع تيجي تقول لا ده مش بروفيشنال. الستات في حوار اللبس هترد مالكش دعوه انت مالك مش عارف ايه. فهو للراجل سهل ان انت تبوينت اوت وتقول ان ده مش لبسك اللي المفروض تيجي بيه الشغل. بس الست انت مش هينفع تكريتيسايز ذوقها، عشان في الاخر خالص حتى لو ده مش لبس صح انت بتكريتيسايز ذوقها وبتبص عليها ليه. في حته من التقاليد الاجتماعيه مندسه في هذه الفكره. فهو الفكره ان يعني مثلا في مكان انا بشتغل فيه احنا ما عندناش دريس كود معين، ولكن انا مثلا عشان بتعامل مع جهات مختلفه فبضطر البس بقميص وبنطلون عشان لما اجي اروح في سني ده اتعامل مع واحد كبير يلاقيني داخل عليه بقميص وبنطلون، فيديني على الاقل حته احترام يقدر يسمع مني اللي انا جاي اطلبه. عشان لو دخلت عليه بتيشيرت وبنطلون حتى لو الموضوع مهم في الاخر خلاص انا جاي بقميص بتيشيرت وبنطلون. بس الستات لا، مهما لبسوا هم عايزينه انت المفروض تتقبل اللي هم لابسينه وعادي تتعامل عليه. فهو مش هقول ان الموضوع في انجاستس في اللبس، ولكن هو علشان ما فيش تحديد ايه اللبس المعين ممكن يبقى يوم ما ينفع تلبس اللي انت عايزه، الست لابسه جينز وانت لابس سويت بانس، انت جاي النادي وهي عادي لابسه جينز. اوكي. فانت مش شايف ان دي حاجه ليها دعوه بالعدل، على قد ما مش عارفين نكلاسيفاي what is formal or professional for a woman and what is professional and formal for a man. هي اكتر كده. طب الخناقات بقى دي، لانه we can go on and on، الخناقات دي تتحل ازاي؟ يعني انت من وجهة نظرك، انت حد قاعد في شركه بتسمع صحابك، عندك شركه هتعمل قانون، ممكن تحل الموضوع ده ازاي؟ ان القوانين تبقى واضحه ويعني كده الشركات بتصرف في حاجات سواء كانت مفيده او مش مفيده. هما في فلوس بتطلع في حاجات كتير حتى للتنميه البشريه جوه الشركه. فممكن مثلا بدل ما يطبعوا 10 بوسترز ممنوع التدخين
يطبعوا واحده عليها الشكل اللبس اللي هم محتاجينه، بدل ما الناس تتكلم على بعض بشكل تاني. انا قصدي يس كوميونيكيشن بالظبط، توضيح اللي هم عايزينه، بدل ما يبقاش فيه صوره كامله. واكوردنج ان مفيش صوره كامله فكله بيكريتيسايز كله. لو بقى في صوره كامله للموضوع، يعني في الشغل اللي انا فيه اول ما رحنا، لا البس اللي انت عايزه بس في نطاق الشغل. فاللي انا عايزه ده بلاقي ناس لابسه تيشيرت وبنطلون وناس لابسه بدله. ف يعني لو هم موحدين الموضوع محدش هيوجع دماغه، وابقى حتى انا مش عارف هل النهارده انا محتاج البس الكرافات عشان هقابل الشخص الفلاني، ولا البس عادي عشان هبقى قاعد في المكتب بخلص شغل على الكمبيوتر. فلو في حاجه واحده هتوفر عليا وهتوفر عليها وعليهم، ومحدش هيتكلم على التاني. ده لبسنا، ده البروفيشنال بتاعي هو عامل كده. اوكي. يعني in the business psychology field بقى how we should do this properly، ان احنا we run survey ونشوف الناس رأيها ايه، وبعد ما نشوف الناس رأيها ايه بنبدأ نجمع الحاجات دي ونadjust البوليسيز بتاعتنا، خصوصا ان دي شكوى من جين زيرز كتير قوي انه your policies is outdated. الحاجات البروسيجرز اللي انتوا ماشيين عليها مش كلها لحد دلوقتي valid. which is دي حاجه يمكن كلاسيكيه بندرسها في التشينج مانجمنت، حاجه اسمها the paper cow. the paper cow دي we argue انه احنا في البروسيس بتاع الورق هنخبي ورقتين 3 من اللي المفروض يتعملوا نستخدمهم. لو ما استخدمناهوش لمده 3 شهور that means انه I don't need this paper or I don't need this procedure. فهي الفكره انه we need to start ان احنا to run بقى السيرفي مش هيتعمل على جوجل فورم يعني. لا طبعا مفهوم. عشان نقدر نفهم الجنريشن دي بتفكر ازاي، فابدا ادجست الحاجات دي، لانه كليرلي انا ممكن بقى اظبط كل الحاجات اللي حاجه في الموضوع ده. جين زي ده بيتراوح ما بين ناس يعني دلوقتي بقت تعتبر افراد من الاوبريشن بتاع المجتمع لاطفال 16 سنه I think اصغر حاجه يعني which is not really مش young. ماشي مش اطفال يعني، لسه شباب لسه ما دخلتش سوق العمل الحقيقي اللي فيه ما فيهوش احاسيس. هو كله تعمل اللي عليك وخلاص، ما فيش انا زعلان وعندي ADHD وعندي صداع وبتاع، لا تخلص عليك وبعدين تشوف. فالفكره كلها ان برضو ديفينيشن الكوستيوم او ديفينيشن اللبس نفسه هيتغير برضو من الناس دي. فاحنا لو عملنا سيرفي او هذا الشكل الى حد ما هيبقى طبعا في تضارب في الافكار، عشان في ناس هتبقى عايزه الموضوع بشكل بروفيشنال، وطبعا في ناس هتبقى شايفه يعني فئات المجتمع المختلفه هتبقى عايزه حاجات مختلفه. فهو لازم يبقى الموضوع جاي الى حد ما توب داون، امبوز اللبس اللي محتاجينه. عشان الجيش غير فيك كتير. انت عارفه زمان كنت بلبس اللي انا عايزه وكده، بس دلوقتي هو المجتمع محتاجك تبقى شكلك معين عشان يتقبلك باللي انت هتقوله. لو انا لابس باجي بانتس يوم الخميس اللي هو اليوم الفريش بتاع الشغل الكاجوال، لابس باجي جينز واوفر سايز تي شيرت وكده، الناس اللي انا في الشغل بتعامل معاهم وساعات بديهم نوعا من الاوامر، لما يجي يلاقيني يوم لابس مرخي شبه الشباب اللي بيشوفها في المولات والحاجات دي مش هيبتدي ياخدني بنفس السيريسنس ده. وحتى لو جيت الاسبوع اللي بعده بالقميص هو خلاص عرف ان انا في حياتي الشخصيه انا ممكن ابقى تافه مجرد ان انا لبسي شبه الناس اللي هو بيشوفهم على التيك توك وانستجرام عاملين شعرهم شكل معين ولابسين كلهم نفس اللبس اللي بيدي ايدنتيتي ده. انت قلت بقى حاجه فيري انترستنج قوي انه في فلكسبيليتي بس within rules. يعني هو at the end، وده اعتقد ده بعد ما حد بقى اخد كلاسيكيه الجيش شغل، يعني لما عرفت الدنيا فيها ايه فلقيت انه you need a little bit of imposed rules حقيقي حبه. فانت من وجهه نظرك انه بعد ما انت بقى اشتغلت وعرفت ان مش هينفع نسيب كل حاجه للترايل اند ايرور او للمساحه ان الناس تجرب. ايوه ترايل اند ايرور. بس هي مش ترايل اند ايرور، هو كل حد في حياته الشخصيه عنده طريقه معينه بيعيش بيها، بس الشغل في المجتمع اللي احنا فيه محتاج حاجات معينه. يعني انا في فكرتين افتكرت حاجه وعندي فكره ثانيه. ماشي. اول حاجه في الجيش مثلا، بما ان كلنا لابسين نفس الحاجه فالموضوع بيسهل عليك ان انت ما حدش بيبقى مستني يعرف انت منين او حاجه. انت لابس اللبس المعين ده مش فارقه معاه انت منين، انت بتروح تطلب الطلب او تخلص الشغلانه او ايا كان، مش فارقه معاه انت منين. لما بتبتدي تصاحب على الناس ويعرف ان انت مثلا من التجمع والتاني من محافظه ثانيه وكده، بيبتدي يبقى في ساعتها طبقيه طبعا. فطول ما انت لابس نفس اللبس الشغل كله بيبقى مظبوط وكله بيخلص بالظبط. من الناحيه الثانيه بعد ما طلعت من التسلسل التدريجي بتاع الحياه ده اللي هو كنت حر وشاب، وبعدين دخلت الجيش اتعلمت الانضباط وان الحياه مش زي ما احنا متخيلينها وكل الكلام ده،
في نطاق الشغل برضو لو اديت المساحه ان انت تقول مثلا ان الناس الرجاله تلبس فورمال والستات تلبس فورمال برضو. نطاق الفورمال للراجل هيبقى بدله، صح؟ نطاق الفورمال للست هيبقى بدله، قميص وبنطلون، تيشيرت وبنطلون، جيب وتيشيرت. ففي اشكال مختلفه بتخلي ان نطاق الفورماليتي للست هيبقى اوسع، ان هي ستيل هتلبس اللي هي عايزاه برضو والراجل هيضطر يلبس القميص والبنطلون او البدله والكرافات. منك دلوقتي انت معاهم ولا عليهم؟ لا انا مش مع ولا على، انا بس بتكلم ان في الشغل المفروض احنا بنروح نحط مجهود كتير قوي في ان احنا بنقعد نحل مشاكل اجتماعيه، مين يتكلم على مين ومين لابس ايه ومين بتاع، واحنا في العادي المفروض اصلا نروح ننجز، وبدل ما يبقى اليوم يبقى 8 ساعات يبقى 5 ساعات وعندنا حياه نقدر نكملها بعد كده، بدل ما طول اليوم زعلانين ان مين احتمال يكون فهم قصدي غلط عشان انا قلت كذا مش عارف ايه، او مين مش عارف هيزعل ان انا لابس اللبس ده. لا مش عارف. بس احنا خلينا متفقين، ودي حاجه مش هندخل فيها دلوقتي، ان الانتربيرسونال سكيلز دي والتعامل مع الاخرين من اكتر حاجه الحاجات الكومبليكيتد في الحياه، واللي محتاجه ان احنا طول عمرنا نقعد نطورها، وده بارت من شغلي وبارت جين زيرز كلهم محتاجينه، لان انتوا كبرتوا على السكرينز، فدي حاجه يعني وي وانت تو ادريس ات، فدي اتس ا بين هيفضل معاك طول الوقت. مفهوم. بس المساحه بقى بتاعه ست راجل راجل ست سو فار في كلامنا هي مساحه جراي قوي. فخليني اسالك سؤال تاني. انا مثلا لما كنت صغيره اول ما اتخرجت كان المدير بتاعي سوبرفايزر برضو كان سنه قريب مني، فروحت اديله دوكيمنت كده، فقام قايل لي ايه يا بت اللي انت عاملاه ده؟ فقلت له كذا كذا كذا. قال لي انا مش قلت لك تعملي كذا؟ فقلت له ما هو. فقام باصص لي كده قال لي ما تشغليش مخك تاني، ولو عايزه تفضلي في الشغل ما تشغليش مخك. الجمله دي لو اتقالت لك في الشغل how would you perceive it؟ والله الجمله دي اتقالت لي قبل كده في مكان تاني غير الشغل، بس ما كانش ينفع اعمل فيه اي حاجه، وحسيت ان ده يعني خساره على ان منظومه يبقى فيها جمله زي دي سايده. ولكن المنظومه دي ما كنتش رايحها بنفسي بمزاجي، كنت رايح بالعافيه. ولكن انا الشغل مثلا لو اتقال لي كده احس ان انا مش محتاج ابقى في الشغل ده، هضطر اكمل عشان محتاج الفلوس مثلا، هكمل، بس ابقى عارف ان المكان ده ما فيهوش ابداع. عشان الشغلانات اللي احنا بنشتغلها في المكاتب احنا احنا ما عندناش صنعه. يعني انا يوم ما الانترنت ده يقطع انا مش هعرف ابني حاجه، ولا هعرف اخرط، ولا هعرف ادق، ولا اي حاجه. انا واحد بشغل دماغي وبعمل استراتيجيات وبحاول اطبقها على ارض الواقع وفي الميدان وكل الحاجات دي. فانا لما ببقى في مكان زي ده محتاج مني ان انا اشغل دماغي عشان الاقي حلول واسرع واحسن وكل الكلام ده. واللي ما شغلش دماغك حاسس ان المكان ده هيمشي بنفس النمط، فمش عايز يتطور في العالم السريع اللي احنا فيه. فده مش احسن مكان لو انا مش احسن مكان انا اكمل فيه لو انا عايز اتطور انا كمان وانضج واساعد المجتمع والكلام ده. بس انا قصدي اني بتكلم من وجهه نظر لو الجمله دي اتقالت لك will you see it bullying او will you see it ان الشخص بيكلمك بطريقه سخيفه؟ انا بحاول استخدم عربي بقدر الامكان، بس هحسها هندرنج، هحسها حاجه بتقلل منك لكن مش هتاخدها ان انت كلمتني اللي هو ايه اللي انت عامله ده او كده. بصي اقول لك على حاجه، في ناس هتاخد الجمله دي ان هي اخيرا مش هشغل دماغي، اعمل المطلوب مني وخلاص، واقعد بقيه اليوم ماسك التليفون على نفسي بشتغل او ايا كان. في ممكن يتاخد بشكل اهانه، لو انت عايز تشغل دماغك، او ممكن ياخدها مثلا انت بتشغل دماغك بشكل غلط، او بتشغل دماغك تحاول تتذاكى او ايا كان، هو ممكن تتاخد فعلا بشكل مهين. يعني انا لما بفكر فيها كده، لما اتقالت لي من مدير فعلا بيحبني وفعلا he wants me to be in the team، تحسي شيم يعني لو ايه ما شغلش دماغي. بس لو نفس الجمله اتقالت لي من حد حسيت انه غيران مني، او واحده عايزه تحجمني، او ممكن اشوفها انها غيرانه، كان ممكن اعتقد اخدها بطريقه تانية. وات ديبندز برضو جايه من مين. فاللي عايزه اساله، هل التعاملات بتاعتنا في الشغل بتفرق الكلمه دي جايه من راجل ولا جايه من ست؟ ما اظنش هتفرق على حسب الجندر نفسه، هتفرق على حسب العلاقه اللي ما بيني وما بين الشخص اللي هيقول لي الجمله دي. يعني الى حد ما الراجل في الشغل قدوه للقياده.
اوكي. لو مثلا انا بشتغل مع واحد عنده مثلا 60 سنه، بالنسبه لي الراجل ده عنده خبره 60 سنه، فانا بيجي يديني اي نوع من انواع الجمل، انا هفكر فيها طبعا وكل حاجه، بس هو اكيد مش بيقولها لي من فراغ. اوكي. فانا هاخدها استوعبها، وعلى حسب علاقتي بالراجل ده وبثق فيه ولا لا هستخدمها بالشكل الصح او الغلط. اوكي. ولكن الست اللي هي كراجل هي برضو صوره للام. يعني لا اكيد مش زميلتي اللي ادي صوره الام، فاهمه يعني الكبيره هتشوفها يعني فيها ماذر فيجر. اشوف فيها مش بقى ماذر فيجر اللي هي هتاخدني تحضني والكلام ده، بس ماذر فيجر من ناحيه اللي هي قلبها على لو هتقول لي حاجه حتى لو هي عايزه تاذيني، هي هيبقى قلبها على نفسها. فانا ساعتها هفكر الاول هاخده بصدر رحب ان هو الست دي بتحاول تساعدني او بتقول لي نصيحه، ولكن لو انا حسيت واثق فيها ديفنتلي هاخد نصيحتها بشكل اقوى. فاهمه. هتبقى هتشوفها من حته خايفه عليا، فاهمه؟ اوكي. انما الراجل هو مش خايف عليا، هو بيعلمني. هو بيعلمني بيقول لي حاجه عشان اتطور، انما الست لا، هي مش فارقه معايا اتطور، هي بتقول لي عشان هي خايفه عليا. هو الستات عندهم احساس او العلاقه الغريبه دي اللي هي في ايموشنز موجوده. العلاقه الغريبه يعني في ايموشنز موجوده، حتى لو ست شريره بيبقى دايما في عاطفه accompanying الموضوع يعني. ايوه مع الموضوع. انت يعني you triggered something فيا انه انا ما فكرتش فيها قبل كده على فكره، دي حاجه حديثه ان انا فعلا when I train someone في الشغل I really come from a mother place على فكره. يعني انت في triggered الموضوع ان انا ببقى يا ابني انا خايفه عليك، يا ابني ما تعملش كده. برافو يعني. لا دي واضح ان دي هو الغريب بقى حاجه ان انتوا شايفين ان احنا كده وانتوا شايفيننا كده. بس يعني طبعا عشان الناس ما تتضايقش، يعني لو حد مش ام او يعني مش في الحته دي مش على فكره we will not impose this، بس I think it's natural. احنا بنحب نساعد. كنت اقول لك في بنات مش امهات ولا حاجه، بس تحس ان هي قلبها علينا في الشغل مش كده it's a nature. اوكي. فيعني وده شيء مكمل في الشغل على فكره، والله مهم جدا طبعا. ايه بقى؟ عشان لو كلنا مش ما عندناش الايموشنز دي، الشغل يعني مش ما اعرفش هيبقى عامل ازاي. ولكن الستات افيشنت، الستات الشاطره فيري افيشنت، والستات الشاطره اللي مالهاش في الحوارات مور افيشنت من الرجاله الشاطره اللي مالهاش في الحوارات. واو. تحس ان عشان من كتر ما عندهم مسؤوليات في حياتهم عايزين ينجزوا هنا باكتر افيشنسي موجوده عشان نروح نشوف عيالنا هناكل ايه في البيت. بالظبط. طب انت بقى يعني we're wrapping بقى up this، انت دلوقتي شايف زمايلك في الجامعه بيكبروا، ايه الحاجات اللي شايف لما يوصلوا للحته الليدرشيب والمانجمنت، ايه الحاجات اللي تتمنى انها ما تبقاش فيهم، والحاجات اللي تتمنى انها تبقى فيهم؟ يعني تطلب ايه من الست بتاعت المستقبل القائده اللي متقال عليها دلوقتي ذات انتوا بقيتوا جمعيات المرأة المتوحشة، انتوا بقيتوا انجري، انتوا بقيتوا واخدين اماكننا؟ يعني ايه توصياتك انا خلاص بقيت من العواجيز اللي هديك عاطفه في الشغل، فاحنا هنتكلم عن الاصغر كتير والله. تقول ايه للليدرز الصغيرين؟ هو احنا بنتطور، والمجتمع بيتطور، والفكر بيتطور، والمصطلحات نفسها بتتطور. يعني لو قلتي كلمه جندر دي من 100 سنه ما حدش هيبقى فاهمها اصلا. ايوه. بس بيز لاين بري كونسبشن او الفكره ان الرجاله كلها قاهره، او الرجاله كلها عايزه شر الستات، او شايفين الستات وحشين او ايا كان. لا يعني نغير الفكر ده. يعني الرجاله ممكن تبقى بسبب ان الستات ساعات بتعمل دراما زياده عن اللزوم، فبيبقوا عندهم حذر معين فبيتعاملوا بشكل مختلف. بس الستات من الناحيه الثانيه يدوا مساحه اكبر للتعامل الايكوال. يعني نشيل بقى من دماغنا ان انا ده راجل مديري، او ده راجل داخل عليا المكتب، او انا اللي هقول له تاسكس فمش عارف ايه. لا نشيل ده. احنا نطلع من خناقه انا عايز اثبت ان انا ست يعني وده راجل وده بيكلمني بالطريقه الفلانيه، او ده قصده حاجه او كده. نعتبر نفسنا كلنا منقبين، مش عارفين اللي تحت النقاب ده راجل ولا ست، وكلنا نتعامل مع بعض. او نلبس بدله جيش كلنا. على فكره ده سبوت اون والله العظيم. بجد. ثانك يو يا جلال، وفيري انسايتفul. ويعني احنا عايزين بقى في الكومنتس بصراحه يعني احنا عايزين تفاعل، انتوا تجاوبوا لنا بصراحه على الاسئله دي. يعني جاوبوا لنا، لانه احنا هنعمل اكيد حلقات تانية وهنتكلم في حاجات تانية، بس احنا كده ويشك كده شويه حاجات. وزي ما انتوا شفتوا this is the essence of business psychology. احنا ما بنبقاش عارفين الحق فين والصح فين ومين زعلان ومين لا، بس we try to
نظبط الرولز within زي ما جلال قال ثانك يو سو ماتش، انت دفعت عننا من غير ما تعرف ان انا عندي فريم كبير مش هينفع اغيره علشان يبقى في حاجه اسمها كومباني، بس at the same time انا عندي في حاجات جوه لازم التروس محتاجه تتغير. فبليز رايت تو اس بقى ايه اللي انتوا شايفين الموضوع ازاي؟ هل زي ما هو بيقول هو الناس خايفه، الستات بقت خايفه من الرجاله، هل فعلا في تطور من ناحيه الستات؟ احنا هل بقينا مرعبين زي ما الناس بتقول عشان بقينا empowered؟ يعني قولوا لنا كده النظام. ثانك يو سو ماتش. شكرا لك يا شباب. So